السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ومبروك منتخب مصر، الفرق بينه وبين بوركينا فاسو 5 بونت. منتخب مصر 19 نقطة، بوركينا فاسو 14 نقطة. الماتش الجاي إذا على الأقل تعادلنا مع بوركينا فاسو، مبروك الصعود يا جماعة، ومبروك الإنجاز لكابتن حسام حسن ومنتخب مصر كله. ليه تعليق؟ هو ليه الإعلام أو بمعنى أصح الإخوة الزملكاوية حاطين نقرهم من نقر أي حاجة أهلاوية في المنتخب؟ باشا أنت بتلعب باسم التيشيرت ده مصر. حضرتك إحنا بنلغي الانتماءات لما بنيجي نلعب باسم بلدنا، سواء بقى أهلاوي، اسماعيلاوي، اسكندراوي، اتحداوي، بنهاوي، أي حد. انت بتلغي انتمائك وبتشجع منتخب مصر. ليه النهارده الاخوه الزملكاويه على وسائل التواصل الاجتماعي او على الوسائل الاعلام نازلين تقطيع في المنتخب؟ واصل منتخب اللعيبه اللي بتلعب لعيبه النادي الاهلي، واصل اسامه فيصل مصطفى محمد قاعد له دكه. واحنا ليه لازم نشخصن المواضيع بين الاهلي والزمالك في المنتخب؟ يا جدعان ده الحلم. يعني خلوا شويه في من العقل، يعني العقل زينه. خلوا شويه من العقل. الغي، انا راجل اهلاوي متعصب، بس ساعه المنتخب لا، كله حد. حتى لما كان زيزو بيلعب منتخب مصر وهو في الزمالك لا بشجعه. لكن لا، احنا ربنا رزقنا بعقليات الزملكاويه. زي الكابتن الجهبذ اللي طلع على قناة تامنة في السعودية، طبعا اللي هو المحلل أحمد خفيفي أو أحمد فيفي، أحمد عفيفي، طالع يقول لي لازم الفتحي يخلي باله من النادي الأهلي بعد ماتش بيراميدز لأنه خسر وهيضطر يخطف جوميز. ليه يا عم وانا هخطفه واعمل عليه في شوربة فدية؟ في ايه يابا الكلام ده؟ طب قول لي امتى الاهلي خطف من الزمالك؟ اصل هو قال كلام ان الاهلي متعود يخطف من الزمالك مدربين. امتى؟ ده انت جريت ورا موسيماني، ورا كولر، ولا اي حد انا جبته انت جريت وراه، الزمالك عامه. لكن كابتن احمد عفيفي طبعا استاذ في قلب الحقائق والتدليس، فطبعا انت لازم تطلع نفسك ان انت الزملكاوي كابتن كونفوشيوس اللي بيفهم وبينزل عليه الوحل، وان هو احسن واحد بيحلل في الدنيا، وان لو تجربتك نجحت انا هشتريها بالفلوس، والشغل الالباندا اللي بيضحك بيه على المشاهدين. والزملكاويه الجهابسه، يعني انا الزملكاويه انت لو لقيت فيهم حد بيفهم او حد بيتكلم بعقلانيه هتلاقي غراب ابيض، او هتلاقي مثلا من السبعه اللي هم الايه المستحيلات زي الخل الوافي او العنقاء. المهم نرجع. يعني مبروك منتخب مصر الفوز، ونتمنى ان شاء الله يعني ماتش بوركينا فاسو يبقى هو بوابة الصعود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.